فوق يا ابني، بيعمل ايه فوق بقى؟ ايوه يا بابا اهو. اثبت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ولا مفيش يا بابا. انت بطل تصوير يا بابا. اسرع يا زفت، قدامنا 5 دقايق. يا ممدوح. ايوه يا ماما. هي الملايات وكاس المخدات فين يا ابني؟ ورا ماما على الكرسي ورانا. نسينا تذاكر القطر. لا يا بهبيتي، التذاكر في شنطه ايدك. انت حامل، مش عاوزين نشيلك حاجه. ما فضلك، هو قطر اسكندريه منين؟ معروف، هتعمل لي كده معروف. قطر الفرنساوي اللي رايح اسكندريه فين؟ شوف اللي هناك. السنه اللي فاتت نسينا التذاكر في الحلق عشان كنا متلهوجين. يلا يا بابا اطلع. خد بالك من القرود، اوعى تاكل اكلهم. يلا يلا يا سيدي، ما يلا. الله، ايه يا عاطف، هتفضل تصور على طول؟ حرام عليك. طب واحد ابيض واسود. طيب يا سيدي، خد الجوز ده. الاسباني بتاع اسكندريه فين؟ اللي طالع هناك ده. الحق يا بابا، الكاميرا نفذت. الله الله الله، العربية دي تنزل تحت. لو سمحت، طيارة الساعة 7 وصلت. نعم 7. سمعت؟ الطيارة الساعة 7 وصلت. يا فندم. رد عليا. يا فندم 7 ايه؟ الميكروباص ده ينزل تحت الأول. من فضلك يا حضرة الصول، هي طيارة الساعة 7 إلا 5 وصلت؟ لا نواكشوط اللي جت. نواشكت، يبقى وصل يا بهبيتي. طب تعالوا، هات الولاد، هات يلا الولاد، يلا تعالوا. يلا يلا تعالوا. عاطف، عاطف ابني يا حبيبي، ازيك يا عم؟ ازيك يا عم؟ حبيبي تعال. خسس قوي. تعال يا حبيبي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. العروسه فين؟ وحشتني انت قوي يا كمان والله. وحشتني العروسه فين يا عم؟ أنا مش عارفة ولا إيه. هكلمك في العربية إن شاء الله. يعني جبتوا العروسه ولا ما جبتوهاش؟ تعالى يا أخي تعالى. بقول لك إيه يا عاطف، حكاية ال 8000 درهم دي بجد؟ لا ده 3000 درهم وشقه وعربيه، بس بشرط اكون متجوز واي عروسه. ما كانش في حاجه هنا قريبه في مساكن شيراتون. يعني أنت هتقعد 9 أيام بس؟ ده انا مزوغ 9 ايام. ربنا يستر ربنا يستر. عايز اكلم سيد يا اخوان. ما تقلقش يا عاطف. اقف يا سعيد. في ايه يا بابا؟ نسينا نجيب الشنط. شنط؟ وانتوا معاكم شنط ليه؟ أنت شنطك فين؟ لا ده انا شنطتي طلعت غلط على نواكشوط، هيبعتوها لي بكره على البيت. نواكشوط؟ اه جوانتنامو يعني؟ لا نواكشوط نفسها. امال انت يا ابني جاي منين؟ من ابو ظبي. مين دول يا ماما؟ دي امل اختك وصاحبتها. بسم الله ما شاء الله كبرت يا عاطف، امير. مش دي اختك دي. انا امل يا معاذ. ما عليك. اخبار طارق وممدوح ايه يا بابا؟ والله يا ابني ما قدروش ينزلوا. يو ربنا معاهم. اطلع يا سعيد. دلوقتي لو الخواجه سأل زي ما اتفقنا، انا تعبت ودخلت المستشفى، ماشي؟ ما تحرمش منك يا راجل. انساك ايه بس؟ عيب ما تقولش كده. ما تحرمش منك. سلام سلام يا وسيم. سلام. خلاص؟ لا فاضل 85 جنيه.
يلا يا اموله عشان اجيب لك الهديه. يا بيه انا اللي امل. وانت كمان هجيب لك حاجه حلوه. اليكم بالكوارع بقى. يلا اتكل على الله واديها. يا جمال. والعروسه اسمها ايه بقى؟ شوقيه. مفيش اسماء تانية يا ماما. بس عبير يا ابي. خلاص يا مقصوفه الرقبه. يعني مجهزه اسماء تانية؟ بس عبير يا ابي. مين عبير دي؟ جميله وهاديه ورقيقه. دي عبير. لا شوقيه. والشبكه زي ما اتفقنا بعد الفرح ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ابني تام قوي حلو ما شاء الله اهو. بس كريم ده كل سنه بيجيب لنا مروحه وبطانيتين. الشيخ كريم بتحبه قوي، عايزينه يسافر بسرعه. جبنه. حضرتك بتشتغل ايه في شركه البترول؟ بطلع بترول. بس ايه اللي بس؟ ابني كويس اللي بيطلع. في ناس غيره ما بيطلعوش بترول خالص. ميه الله كتير ميه. ربنا يكرمك. انا باذن الله بكتب شعر في مجله على فكره. شعر عاطفي. عندي مذاكره وعايزه انام. يا بنتي ايه اللي جابك معانا بس؟ باذن الله كده بعون الله انا ناوي اكتب وادخل هناك ان شاء الله. يعني هسافر بفستان الفرح بالطرحه. ان شاء الله هتطلعي الطياره في فستان الفرح والطرحه. وان شاء الله هنشتري فستان الفرح والطرحه من شارع هشام الباش مهندسين. مراته هو حر فيها. خلاص يبقى نتوكل على الله وباذن الله من بكره نحجز تذكره ونسافر. كده على طول؟ ما هو اصل حضرتك كل ما كان بعد اذن حضرتك معلش كل ما كان بدري كل ما كان يبقى احسن لان في مستقبل بيضيع والله هناك وبعدين الوقت ضيق جدا. فمعلش يعني اعذروني. يبقى خلاص اتفقنا. نقرا الفتح. طب مش نسال عليها الاول؟ خلاص نتفضل. بعدين انت ناس طيبين وفهماني ومتعاطفه معايا جدا. يا اخوات ولا لا؟ يا نسيت اسالك ان كان ليا اخوات ولا لا؟ ان شاء الله واحده. لا بس هسالك حاضر بكره وباذن الله هيطلع لها اخوات. بس اوعى تقلبني عارف. عيب ما تقولش كده يا سيد وانا اقدر اقلبك برضك. والله عارفه كده. بقول لك ايه يا سيد الخواجه اوكي ولا ايه؟ اوكي كله تمام. في اي مشاكل؟ لا لا لا. مظبطني؟ كله ماشي ماشي لا مش هتاخر كلها 3 4 ايام وجاي لك في السريع. بقول لك ايه؟ ماشي يا سيد سلام سلام. بدور عليك في الحمام يا عم. 76 جنيه و30 قرش. عاطف البهبيتي. وحشني والله وحشني. عماد. طبعا يا عم عماد عيب يا راجل. عماد يا حبيبي. اهلا. بسم الله ما شاء الله. بنتك دي؟ لا دي زي ما تقول كده يعني انت عامل ايه والناس عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. الحمد لله سلمني عليهم كلهم. أرجوك يا وظبط ونتقابل ها؟ إن شاء الله يا ماشي يا عم الف سلام. نفسي تشوف مس عبير يا ابي. انا مش عارف بقى دلوقتي انا من ساعه ما جيت وانت روشاني بموضوع مس عبير ده. مين مس عبير دي؟ دي جديده في انجلش في البيت. ودي حاجه نظيفه ولا ايه ظروفها دي؟ صباح الخير يا بابا. صباح الخير. كل سنه وانت طيب. وانت طيبة يا حبيبتي. على فين كده؟ انت مش خلاص سبتي المدرسة؟ النهارده اول يوم في شغلي الجديد اه وكنت محتاجه 200 جنيه. ها؟ 200 جنيه. عينيا الاثنين يا حبيبتي. حاضر 200 جنيه ادي 200 جنيه. يا استني مش تمضي على الوصل الاول يا عبير؟ يلا يا حبيبتي. استلمت انا عبير اول هنا عندي لي هنا ونبقى اكمل. عامله حساب يا بابا. برافو. استني ننده ماما تمضي شاي ولا اقول لك مش عاوز اعطلك. يلا استني. ماشي يا بابا. ماشي. ميرسي. مع السلامة حبيبتي. هي اللمبة الحمراء ولعت. طب ربنا معاكي يا حبيبتي. باي باي يا حبيبتي. بالسلامة. يا أستاذ أبو العلا. نعم مين؟ امضي لي تنازل عن القايمة وأنا مجهزة. لا بقوس بعد التنازل. وهي تحية. يعني أنا هضحك عليكي ولا هضحك عليكي؟ ملف التحية أهو. اتفضلي. أهي. إيه ده؟ أنت جبت القايمة دي منين؟ دي كانت في دولاب المرحوم بابا. هو اداهالي قبل ما يحدث في الحادثة الأخرانية وقال لي إذا كنت أنا أمنتك على بنتي مش هأمنك على القايمة. الله يرحمه ويحسن إليه. هاتها. لا من فضلك يا سوحة، القايمة دي دين في رقبتي وأنا خلاص سددته. طب أنت عايز إيه؟ أنا مش فاهمة.
عايزك تمضيلي على التنازل عنها. مش ممكن. انت من يوم ما اتجوزتني وانت كل يوم بتمضيني على ورقه. حرام عليك، القايمه دي حقي. حقك حاجة والقايمة حاجة تانية. يعني ايه؟ حتى القايمه بتاعتي تبقى عهده على رقبتي؟ عهدة ايه بس؟ بلاش الكلام الكبير قوي ده. دي مسؤولية. المادة 228 فقرة 6 بتقول حرام عليك. بتقول حرام عليك يا ابو العيلة. خلاص انا اتعقدت من عيشتي، خلاص اتعقدت. نفسي اكسر كوبايه، نفسي ادش طبق زي كل الستات. ده انا قلبي من جوه بيترعب لو لمبه النجفه فرقعت. وقال لك تسرقي منين طالما هتشتري غيرها؟ انا اشتري لك لمبه يا ابو العيلة. خلاص خليكي حريصة. اتفضلي. حضرتك بتحجزي او حاجه؟ طب بعد اذن حضرتك معلش عشان مفيش وقت، الله يكرمك معلش. صباح الخير يا فندم. بعد اذن حضرتك عايزك تحجزي لي على طياره بعد بكره اللي طالعه ابو ظبي، واكدي لي على دي لو سمحتي. طب اللي هتتحجز باسم مين؟ باسم خطيبتي. ايوه يعني اسمها ايه؟ معلش انا اسف في الاسم بس قولي لي. شوقية علي ابراهيم. والله طول عمري نفسي اتجوز واحده اسمها شوقية. بس دي فيرست. ايوه فعلا انا طول عمري بركب فيرست وهي محجوزه لي كده. بس حضرتك للاسف الرحله دي مش فاضل عليها غير مكان واحد بس فيرست اللي هو لحضرتك. طبعا. ورا بقى درجه تانية. يعني انا اركب الطياره بفستان الفرح واقعد انا في الدرجه الثانيه وانت تقعد في الدرجه الاولى؟ باذن الله لو ارتحنا لبعض هنبقى نبدل في السكه. اهدي بس. لا 2 فيرست لو سمحتي. ما انا قلت لحضرتك الفيرست كله كومبليت. يبقى نأجل السفر احسن. ارجوك يا حضرتك راعي ظروفي، انا ما صدقت الاقي عروسه وطياره بعد بكره. انا مزوخ وفي مستقبل بيضيع، ربنا يكرمك. وانت كمان راعي ظروفي. مش كفايه اني ما اعرفكش وهتجوزك سلق في سلق وابويا عاوز يخلص مني وكمان اركب درجه تانية؟ بعيدا عن اي مشاكل اجتماعيه حضرتك دلوقتي، يعني انت ليه محسساني ان انا هقطرك؟ انا وحضرتك في نفس الطياره، ساعه زمن هنبقى هناك. يعني ولا انت متجوزاني اساسا عشان نركب درجه اولى؟ ما اعرفش بقى، احنا نأجل السفر احسن. لا نأجل الجواز حضرتك وتقعدي فيرست براحتك في بيت ابوكي. انت ركبتي طيارات قبل كده؟ لا. بره اتفضلي على اقرب موقف ميكروباص. بالسلامه. غريبه جدا غريبه جدا. انا جاي عايز اتجوز بسرعه حضرتك وفي مستقبل بيضيع، هم ليه بيعطلوني كده؟ انت حضرتك ممكن تركبي سياحي عادي؟ نعم. انت لسه هترفعي حواجبك وتندهشي، شكلك هتعطليني انت رخرة. ايه ده؟ مجنون ده ولا ايه؟ باظت الجوازه يا سيد. يا راجل ليه؟ لا طلعوا طيبين ولا طلعت فهماني ولا طلعت متعاطفه معايا ولا اي حاجه يا سيد. ما تاخد اختها طيب. يا عم بقول لك سبتها تقول لي اختها. بقول لك ايه، انت اقعد اسبوع كده كمان وركز يا راجل عشان ترجع بالعروسه. يعني انت شايف كده يا سيد؟ اه. طب لو الخواجه سأل مغطيني انت الاسبوع ده ولا ايه؟ اغطيك انا ولا تقلق. طيب ماشي. كله على الله. كله على الله. لا بقى عاوز. ادعي لي يا سيد ادعي لي. ربنا معاك واوعى تنسى موضوع كارت سلام. الشحن من سلام. شارع عبد العزيز والبنت بتاعتك. 70 جنيه 60 قرش. يبقى في فرق بين الجود والفيري جود والاكسلنت. والله يا بهبيتي انا خايفه لا الواد يفرفط مننا. بس انت البنت باين عليها طيبه وبنت ناس. عاطف ابن الوسطاني، وعندي طارق ابن الفوقاني في المملكه الشاي في السعوديه يعني، وعندي ممدوح ابن التحتاني بيشتغل في السلطنه في عمان يعني، وشرفك 5 سنين ما شفتهم. ابوهم معلمهم يسافروا من وراهم. من فضلك المعلقه بس عشان جالي صداع من الرزع من على طول. احنا ضيوفك يا اخي بتوجهني. ما اقصدش عفوا بس كمان. هي العروسه اتاخرت ليه؟ هو في عروسه اساسا ولا لا طبعا في عروسه، بس بتدي درس في الشارع اللي ورانا. فعلا؟ هي بتدرس ايه؟ انجلش يا بيه. على بركه الله. اهي وصلت. مساء الخير. اهلا اهلا. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبتي. مساء الخير يا بابا. اهلا يا بيرو يا حبيبتي. عبير بنتي عايشه معايا هنا في الجمهوريه في مصر يعني. دي مشكلتك. عبير سلمي على الضيوف. مساء الخير. امل
عامله ايه؟ الله يسلمك. هو انت اظن ما انت جاي تخطبني وتحجز لي سياحي وفي الاخر ما تبقاش حتى فاكر اسمي. لا طالما حضرتك عارفاني كويس كده وبتوشوشي الودع، اكيد عارفه ان انا معدي منطقه الخطوبه دي وبكتب كتاب على طول. لا ما انا ما ينفعش اتجوز بالطريقه دي. وانا ما عنديش وقت اتجوز غير بالطريقه دي حضرتك هتتجوزيني ولا نتوكل على الله نمشي ندور بره ولا ايه؟ عن اذنك. تصبحوا على خير يا اموله. انا خدت شعاع نافع كده دخلت نامت حضرتك. بص لي ليه؟ انا كان نفسي اساعدك بس مش قادر. انا مربي بنتي على حريه الراي. على العموم انا اسف على حكايه المعلقه دي، انا لا اقصد ازعاجك ابدا. وانا مش زعلان ولا حاجه، انا بس مستغرب بتقلب ايه من الصبح وانت مش حاطط سكر اساسا. عاطف قوم. يا جماعه انتوا انستونا ونورتونا والله. السلام عليكم. مش عارفه اقول ايه. يلا. مع الف سلامه. يلا. سلام يا حبيبتي. يلا يا سرايا. يلا ايه؟ على قرف. مش هينفع ادخل معاك دلوقتي. مفيش وقت. هسيبك تكلمي براحتك في الطياره. ما ينفعش، انا لازم اقول لك دلوقتي. اتفضلي بس بسرعه. الحقيقه يعني انت الف واحده تتمنى. وانا بتمنى واحده بس، مش 1000 واحده ولا حاجه، ومفيش وقت وفي مستقبل بيضيع. ارجوك بسرعه، عايزين نلحق الشركه قبل ما تقفل. الحقيقه يعني انا نزلت معاك عشان خاطر ماما بس انا بحب واحد تاني. يعني هو بني ادم لطيف زيك بالظبط، واحنا بنحب بعض من ايام الجامعه، بس هو ظروفه صعبه قوي علشان كده ما قدرش يجي يتقدم لي لغايه دلوقتي. وبعدين ماما عايز تخلص مني علشان تفضل اخواتي. حضرتك جايه تقولي لي الكلام ده واحنا قدام شركه السياحه والباسبور معايا وجايين نحجز ومسافرين وبقول لك مفيش وقت والمستقبل بيضيع. ارجوك حس بيا. انت ما تعرفش يعني ايه اتنين بقالهم 12 سنه بيحبوا بعض ومش عارفين يتجوزوا لغايه دلوقتي. حضرتك بقالك 12 سنه بتحبيه؟ ربنا يخليك. وهو بقاله 12 سنه ماشي مع واحده غيرك؟ نعم. يعني بتحبوا بعض. انا ما عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك ايه. يعني مش هقدر احرمك بالانسان اللي انت بتحبيه طبعا يعني. بجد؟ يعني امشي؟ انا حره؟ ثانيه واحده. انت بتحبيه بجد مش كده؟ طب الحقيقه انا كنت جايب لك هديه يعني بسيطه كده ومتواضعه، كنت ناوي اقدمها لك بعد ما نحجز يعني، بس واضح من ان مالكيش نصيب فيها بقى. بهزر. ارجوك تقبلي. ربنا يخليك، ربنا يكرمك، ربنا يرزقك ببنت الحلال. انت طيب قوي، بس ممكن تبقى تديها هديه للعروسه الجديده؟ لا ابدا والله، دي كانت جايه على اسمك انت. والنبي؟ ايوه. طب اسمي ايه؟ احكام. ارجوك ما تحرجنيش بقى، يعني ما فيش دماغ والله. التزام. ايوه التزام. صدق كويس ان احنا مش هنتجوز. انا ما كنتش هقدر اقضي بقيه عمري بالاسم ده اساسا يعني. خلاص بهزر، انت هتغرقي. على فكره انت بني ادم طيب قوي. خلاص يا التزام. خلاص يا حبيبي. هو ده اللي انت ماشيه معاه بقالك 12 سنه؟ وحضرتك بقالك 12 سنه بتلعب حديد؟ طبعا. يلا يلا. والنعمه لا اقول لامك ان انت ماشيه مع ابوكي. الاستاذ سامي مشهور في العنايه الثالثه بالفيديو كليب بتاعه. ميرسي قوي يا سرايا هانم. الحقيقه من يوم ما عزلته من الشارع بتاعنا وهو مضلم. والله وانتوا كمان وحشتونا قوي قوي قوي، بس انت عارفه الظروف بقى. هي لا مؤاخذة عروستنا معاها شهادات ايه؟ نور مخلصه AUC. وبعمل دبلومه في الفن الحديث. هي دي اللي هتفهمني يا ماما. ربنا يبارك لك يا ابني، ولو اني قلبي كده مش مطمن لها. اكسكيوز مي، ممكن اخد عاطف في كلوز؟ عاوزه اعرف منه شويه حاجات، اصل شكله مكسوف. شور، تيك يور تايم. ثانك يو. كمان بعد اذنك يا مامي، قلبي فتح لها جامد. بابي. عاطف تيك كير. هوت شوكليت؟ مج بايد عادي. اوكي. سكر عادي ولا عامل دايت؟ سكر بره. وزود شوجر لايك مي. قولي، وانت بتعمل ايه بره؟ بجيب جاز، بطلع بترول.
بترول يس. وباذن الله اول ما نكتب الكتاب هنسافر على بره على طول دريك. واو جريت. انا كتير بحب السفر، بس احنا فين هنسافر؟ ابو ظبي. ابو ظبي دي اللي بيعملوا فيها مهرجانات الشوبينج. نو سوري، دي ديكها دبي. دبي. رايت. بس انت مش شايف ان موضوع الشبكة ده غريب شوية؟ اصل كل زمايلي اللي اتلسعوا من الهوت شوربه نفخوا في الكولد زبادي فيعني معلش سامحيني، عقده عندي، فورجيت مي. نايس ان انت ستريت. اوكي. على فكره انا طول عمري من صغري يعني اي جو تو سكول باي لك. اوكي، بس انا من حقي ان انا اقرب منك، من حقي اشوفك ماي واي. بمعنى ان انا هكون ستريت معاك. You're not my type. اوكي. ببساطة انت مش التيب بتاعي. بس انت حد لطيف قوي. احنا محتاجين كمان وقت نقرب من بعض ونعرف بعض اكتر. ايه رأيك تعمل نيو لوك؟ لعلم حضرتك انا فوت الحديد، انا اعمل اي حاجه بس بسرعه لان وقتي سو كراودد. مزنوق. سوري. انا كمان وقتي ضيق. سوري اتأخرت على الجيم. يلا keep in touch. بعيدا عن اي شوبينج انا قلبي انفتح لك، فانا بعون الله تاتش وجيم ولوك واي حاجه، فممكن اجي مع حضرتك الجيم علشان نقرب من بعض اكتر. اوكي ولا ايه؟ والله تعبينك معانا يا كوتش. لا مش حاجه. قلتي لبابي على موضوع الكليب بتاعي؟ هو متحمس لك جدا، هو دايما بيقول لي ان هو معجب باسلوبك، عاوز يعمل بيك ضجه ما حصلتش، ضجه بجد. على فكره هو مستنيك بكره في الريد شو. اوه نايس. اشكري لي بابي وبوسوا لي من هنا ومن هنا. يعني معقوله بوستين لبابي وهي اللي مكلمه بابي مفيش واحده ليها؟ ودي ليك يا رحمه. ثانك يو سو ماتش. ريد شوز. انا اسف اذا كنت نزلتك يعني في نص الليل كده. اطلعي لا تاخدي برد. اوه برافو عليك، شد حيلك. ميرسي قوي وربنا يكرمك ويدوم النيو لوك. سلام عليكم. برافو عليك يا زباله. يعني هم لو شافوك كده هيدوك 3000 درهم زياده؟ هيقولوا لك ميرسي خالص، تسفير حيوان. هو ده النيو لوك؟ ايوه سيد. ايه يا خدها؟ معلش صحتك في النوم، انا عارف ان عندك بكره بدري. عاوز فلوس ولا ايه؟ يا رب يخليك. امال ايه طيب؟ بس انا عاوز اطمن على الشغل يا سيد، ايه الاخبار؟ مفيش اخبار. بجد؟ كله تمام؟ ماشي يا سيد، متشكر قوي. مالك ياض في ايه؟ لا مفيش، بس يعني مش فاهم حاجه يا سيد، تعبان قوي. رحت للدكتور؟ لما اجي بحكي لك. طب ماشي. سلام يا سيد. سلام يا عم. سلام. رجعت فك الشفره مش لقيت الحمام. 62 جنيه 32 قرش. بعد اذن حضرتك عشان مفيش وقت، بس بعد اذن حضرتك شعرك بس كده عشان اعدي. من فضلك وقف اخر الطنبور. نعم؟ الطنبور اهو. طنبور؟ طب ده طنبور السيدات، فين طنبور الرجاله؟ مختلط سيدات ورجال. الطنبور مختلط. ايوه. اديني وقفت في الطنبور. لو سمحت ممكن تساعدني في ملو الطلب ده؟ اصلي يعني عندي ظروف. ملو ايه؟ الطلب. طبعا ممكن نملى الطلب. نملاهوش ليه الطلب؟ بس ممكن بعد ما نملى الطلب نقرا الفاتحه. الله، تعالي نملى الطلب. هاتي شعرك وتعالي. مش حتى لما نتبع على بعض؟ ما هو معلش حس ان الوقت ضيق وفي مستقبل بيضيع والمفروض نسافر، فاحنا نتبع على بعض واحنا بنملى الطلب. الاسم؟ هدوء. انا اسف معلش. الاسم؟ هدوء شديد. بعمل ايه طيب؟
هدوء شديد الساكت. ايه ده؟ ده اسم حضرتك هدوء شديد الساكت. ايوه. خالصة. لون البشرة؟ بعد العملية خمري. خمري. نوضح الميم بس كده عشان محيط الصدر؟ بعد العملية بدر. اوبا اديله. دي معلش بعد اذن حضرتك سنة كده بس عشان الطلب. ايه ده؟ انت عرفتي السؤال اللي جاي منين؟ ما انا حافظة الطلب. الله. يوجد عدد مرات الزواج؟ بعد العملية لسه. ايه ده؟ انتوا ساكنين هنا؟ في الروف. اما انتوا امركم عجيب قوي، كل المبلغ ده واخدين في الارضي؟ طب تعالى تعالى يا عادل يلا. ايه ده؟ ايه الجو ده؟ يلا يا عادل. احنا في كام؟ 29 يا عادل. بقول لك ايه؟ ما تبطلي هزار بقى وتطلعنا اسانسير. انا زي ما كنت خير الله بجعله خير كده لمحت اسانسير. في اسانسير. هو فين؟ اصل بصراحة بابا ما اشتركش في الاسانسير الشهر ده عشان اشتركنا في الاي ار تي. يلا يا عادل. الله. اوعى تموت. ايه اللي انت سحباه معاكي ده؟ هيكون يعني ايه ريسيفر؟ بقول لك ايه، انا بقالي 6 شهور جاي على مكتب الجواز. ده عريس. مايا مايا مايا. احد ولا احد تاني. مايا الحيوان ده. انت جايبه معاك الظاهر بيبرس. ايه المسلسل التاريخي ده؟ انت مين؟ انا شديد الساكت ابو الهدوء دي. الهدوء بتاعت تحت الطاوله. انا يا عمي يشرفني اني اتقدم واطلب انك ايد بنت حضرتك. خد. نعم. خد. ايه الجو ده؟ خد الريموت دوت. قلب يمكن يكون في ايديك البركه وتجيب اللي ما بيجابش. قلب ايه يا عم؟ خد بس. ايه يا عم قلب ايه يا عم؟ انت بتعملني كده ليه؟ طب قلت لي انت بتشتغل فين؟ ابو ظبي. الرياضيه ولا الدراما؟ ايه ده؟ انا بقول لا مباشر. الله اكبر. اهو كده السيجنال جت لنا. انا الشبكه عندي بعد الجواز. الشبكه عندي بعد الجواز عشان نبقى واضحين من اولها. وعلى كده بقى بتاخد كام على الوضع ده؟ والله ايوه على الوضع ده 3. بس ما اكدبش عليك اسم الله على مقام اخويا يعني. باذن الله بعد الجواز الوضع هيتحسن قوي. بقول لك ايه؟ اللي عندكم برضه عبد العزيز. عبد العزيز فين؟ لا سيد هناك حضرتك هو. سيد عندكم؟ بقول لك ايه؟ جبت لي كارت فك الشفره مع السيد عبد العزيز. السيجنال بتطير منك كده ليه؟ ما تخليك معايا يا عم. انت بتعمل معاك كده ليه؟ بس فهمني. معاك كارت سيد بتاع فك الشفره. انت ليه بتعاملني كده يا عم؟ ايه ده كارت فك سيد ده؟ انا جاي اتقدم لبنتك تقول لي فك. تركز معايا يا عم الحاجات دي بعدين. انت زنقني على فكره. وسع بقى كده. انت واخد المكان كله يا راجل ده انا تعبان وطالع 30 دور وجاي. خد امسك ده. ايه ده؟ خد ده حلو. قلب ايه؟ قلب ايه؟ ده طري وحلو قلب. هو ايه اللي طري يا عم؟ انت بتعمل معايا كده ليه؟ يا عم اوعى كده. اهو ناشف جدا لعلمك. ناشف جدا. بس انا برضو يهمني يا عمي اعرف طلباتك يعني. امرني. شوف يا ابني زي ما انت شايف كده يعني انا معيش بنتي في مستوى عالي. الدور ال30 6 ريسيفر طبق 240 3 كامة متحرك. بس انا يا عمي برضو يعني شاب لسه في اول حياتي ولسه بشق طريقي يعني. فاعتبرني يعني ولو انتنا يعني. اقول لحضرتك ايه بس على فكره انا باذن الله يعني بعد الجواز الوضع هيتحسن جدا على فكره. انا مكلم ناس على طبق. يا عاطف. امال ايه؟ امال انا بقالي 7 سنين في ابو ظبي بهزر؟ لا بكلم ناس على اطباق. قلب قلب ايه بس؟ قلب ده انا خلاص انا وافقت على الجواز على خيرة الله يا ابني. يا راجل انا ليا سؤال عند حضرتك. اتفضل. مشكله الاسانسير وفهمناها الانسه قالت لي عليها يعني.
ايه مشكله العفش؟ يا ابني ألفت عليا المواجع. ليه؟ يا العفش يا ابني كله راح في الأوربت. ياه العفش كله راح في الاوربت كله. طب استاذن انا بقى. وفرصه سعيده جدا. الله. وانا الحقيقه يعني تشرفت بمعرفه حضرتك. الله يكرمك. والله انا سعيد بيك جدا. وأنا كمان. وربنا يخليها لك. والله ربنا ياخدها وترتاح منها يا رب. نازل حضرتك اتفضل. لا للاسف ART. استغفر الله العظيم، ربنا يغفر لك يا ابني. رياضه ولا افلام؟ انا هسافر بكره على اول طياره. انا بضيع مستقبلي بايدي. عشان خاطر امك استنى بس لما تشوف شروت، دي بنت ناس وغلبانه. ريح قلب امك يا ابني. ماشي يا بابا، حاضر هستحمل. انت قلت لي اسمها ايه؟ شروت. شروت. حلو شروت، حلو صح؟ ماشي نشوفها. انت يا ابني باين عليك واكل اكله كبسه على لا ابدا يا فندم انا ايه ده؟ الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا. وساعتك خليج ألسن ولا ايه؟ ما برضو الأمومة بالفطرة. يعني ممكن ساعتك تلاقي وحش قدام ولاده بيبقى المهم ان الزوجه تصون جوزها طول ما جوزها الراجل ده معدي. هي ممكن تسافر يعني. انتوا انستوا على كل حال حكايتك. على كل حال ايه حكايتك؟ سافرت ما سافرتش قعدت مش لازم تسافر يا بابا، لازم تسافر. المدير عاوزها هناك. هي مين؟ ابني جراله حاجه. يا شرويت شيري، اصلها بتتكسف. بناتنا مش زي البنات التانيين. مساء الخير. مساء الخير. اتفضل. قومي فرجيه على البلكونه يا شرويت، ده انت هتشوف مصر كلها من هنا. تعالى اما افرجك على مصر. اتفضل بعد اذنك. مصر حلوه قوي من فوق. الله لو شفتها من تحت. شكلك غاوي تصوير. ايوه يعني بعض اللحظات كده. الله بقى لو شفت مصر من فوق المقطم. اظن بقى ما اقولكش حاجه. بقول لك ما اقولكش. لا بلاش تقولي، خليها مفاجاه بقى. انت عمرك ما طلعت المقطم؟ خالص. انا عازمك على المقطم. يا فندم متشكر جدا، مقبوله طبعا. وهو بيني وبينك فرصه نقرب من بعض اكتر، لانه الحقيقه الوقت ضيق جدا يعني. سلمها لله، انت عيبك انك مستعجل. لا ليكي حق طبعا. مصر من فوق المقطم حاجه تانية خالص، رهيبه. مش قلت لك؟ فظيعه. تعرف انا لو ما ارتحت لك لو ما جيت معاك. صدقيني وانا كمان، انا لو ما ارتحت لك انا ما كنتش جيت معاكي هنا خالص. بابا وماما قلبهم انشرح لك. ناس افاضل. بس عيبك بقى انك متصربع. ما هعمل ايه يعني؟ حطي نفسك مطرحي. واحد مزوغ وخايف يترفض وفي مستقبل بيضيع غصب عني، يعني هعمل ايه بس؟ الجواز ده اسمه نصيب. الحمد لله كله على سلمها الله. لله. ونعم بالله ونعم بالله. ادخل. ايه ده؟ حضرتك بتشربي؟ دي بيرة كحول 8% بس. كحول 8% بس. اتفضل اشرب. دي بالنعناع خفيفة مش هتوجع لك صدرك. بشربها من اعدادي. الله. سلمي لله. ما سألتنيش بقى. انا ليه ارتحت لك؟ انا نسيت اسالك السؤال المهم ده. ليه بقى ليه ليه ارتحتي لي بقى؟ عشان ما عملتش معايا زي خطيبي الاولاني ما عمل معايا. مين؟ خطيبي الاولاني. حضرتك كنتي مخطوبة.
شوشو. افندم يا باشا، مبروك الترقيه. وانت حضرتك بقى بتعمل ايه هنا؟ والله يا باشا يعني هو الموضوع ابتدى ب 8%. نعم يا اخويا. الموضوع ابتدى ب 8%، والله العظيم ما هنعرف ازاي بقدرة قادر الموضوع بقى زي ما حضرتك شايف كده 100. ما هو باين. مين ده يا شوشو؟ خطيبي يا باشا. نعم. خطيبي التاني يا باشا. تاني يا شوشو؟ لو مش عايزه اتخطب بلاش، ولو مش عايزه اتجوز بلاش خالص. ماشي يا شوشو. طب يا شوشو ما تنسيش تبقي تعدي عشان تمضي. حاضر يا باشا، حاضر. المقطم كله نور كلوبات يا باشا. مع الف سلامه. على مهلك يا باشا، السرعه مراقبه بالرادار. صحواتك السلامه. معطلك انا عن موضوع الامضه ده؟ لا ابدا، مسموح لي لغايه 3 بالليل. لا حقيقي بجد مصر من فوق ال 8% حاجه تانية خالص. مش قلت لك؟ انت ما بتصدقش. لازم تشوف بنفسك. الله. امال لو كانت 10% بقى كنا نطينا من هنا. اتفضلي يا مس. متشكره قوي. مغرقانه بجمالك، الواحد مش عارف يعمل لك ايه. يا طنط اموله دي زي اختي الصغيره، وبعدين ما انا قلت لك قبل كده انا باجي اديها الدرس في اوقات فراغي. ربنا ما يحرمناش منك. عن اذنك. اتفضلي. اموله، هو عاطف فين؟ في انت بتنفضي سجاده عاوزه ايه؟ مس عبير عاوزاه. عاوزه مني ايه يا مس عبير؟ قوم كلمها. طب سيبيني وروحي لماما وانا اطلع لها. اوكي. ايه بتقولي ايه؟ اوكي. تعالي عايز اقول لك على حاجه. انت اسمك امل مش كده؟ يس. ايه؟ يس. انت سنه كام؟ سنه اولى. ما تجيبي بوسه. يلا روحي. يا ساتر. نعم. ايه مستعجل ولا قلقان؟ الحقيقه الثلاثه مع بعض، يعني زنقه الوقت عامله لي قلق ومستقبلي بيضيع. اخبار العروسه ايه؟ انهي واحده فيهم؟ اخر واحده. طلعت 8% بالنعناع. يعني رفضتك مش كده؟ لا لو سمحتي لا انا هي اتقبض عليها وانت مالك؟ هو انت فاكر نفسك هتتجوز بالطريقه دي؟ هو حضرتك مراقباني ولا ايه؟ اخبارك عندي. ممكن تسمعني 3 دقايق؟ اتفضلي. على فكره انا شبهك في حاجات كتير، بس الفرق بقى بينا ان انا مرتبه افكاري ومشاعري. فاهمني؟ لا وتقريبا ال3 دقايق خلصوا. بقول لك ايه، ما تيجي نتجوز؟ معلش عارفيني ميرسي قوي، خليها يوم من اول النهار كده يعني نبقى رايقين يعني. هو حضرتك فاكراني ايه؟ المفروض ان انا اللي اقول لحضرتك الكلام ده، مش حضرتك اللي تقولي لي ايه الكلام ده. ما تنساش ميعاد الدكتوره تهاني، استحمال تعجبك. وبعد ما اشوف الدكتوره تهاني استحمال تعجبني. وانا جايه معاك. جايه معايا فين؟ عند الدكتوره تهاني. بس تقعدي ثابته ما تعمليش دوشه. والله انت باينك هيبقى وشك حلو عليا، شكلنا كده هنشقط حاجه نظيفه من البشر دي باذن الله. بقول لك ايه، انت مش فارقه معاكي وانت جايه معايا وانا بخطب كده عادي يعني؟ يا ابني انا اقدر اسمع كل الاطراف، انا عامله فايلنج لدماغي. عامله ايه في دماغك؟ عامله فايلنج. عامله دماغ يعني، توكلنا على الله. خدي
عبد العزيز من طنطا. عاطف البهبيتي بلوكات الهندوه في ابو ظبي، وباذن الله لو حصل نصيب هننقل باذن الله. انا مش عامله حسابي على سفر. ولا انا عامل حسابي على سفر، مفيش وقت. وبعدين احنا قلنا ايه، تقعدي ساكته ما تعمليش دوشه خالص دلوقتي. احنا لسه هنروح طنطا يا ماما ولا ايه؟ مفيش وقت خالص. ها قلت ايه يا تهاني؟ ما انا كنت لمحت لك يا خالتي معاطف في التليفون ان جلستي بعد شهرين. لا ما ينفعش خالص، ده مستعجل وعايز يتجوز ويسافر على طول. ايوه يا حبيبتي، بس انا شرحت لك وقلت لك ممكن نأجل الجلسه دي للسنه الجايه. اصل انا لما كلمت قابلت الدكتور المشرف قال لي يا تهاني يا عبد العزيز ده قرار جلستك بعد شهرين. انت تهمتك ايه بالظبط؟ دراستك ايه بالظبط يا اخت تهاني؟ والله يا استاذ ومالك عليا حلفان، بقالي 6 سنين بعمل رساله في الحاسوب ودوره في اتخاذ القرار. لا بالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله يا اخت تهاني، وبالنجاح باذن الله. انما بقى قولي لي، تحبي تقولي ايه يا اخت تهاني لزمايلك اللي ماشيين في سكه اتخاذ القرار دي؟ هل حاسه بندم او حاجه زي كده ولا ايه؟ والله بقول لهم يدعوا لي وما يمشوش في السكه دي تاني، اصل دي سكه خطره قوي، الموضوع مش سهل. وبحب كمان اناشد الساده المسؤولين والجهات المختصه ان هم لازم يعني يدوا موضوع الحاسوب ده برضك شويه اهتمام. لا الف الف مبروك يا اخت تهاني وبالتوفيق. واحب اقول لك ان انت كسبتي معانا رحله نيليه لميدان لبنان. متشكره قوي، ربنا يخليكم. يلا قومي مفيش وقت، قومي عشان اخطبك من ابوك. يلا. ايه النسو ده؟ تعالى هنا قدامي. امضي لي هنا انك هتجيب الشبكه بعد الجواز. انا ان شاء الله امضي على. استنى يا ابو العلا، انت موافقه على الكلام ده يا بنتي؟ ما تقلقيش يا ماما. الله، ايه التردد اللي حضرتك فيه ده يا طنط؟ طبعا موافقه، امال يعني هي جايين احنا نعمل ايه بربطه المحاسب يعني؟ عاطف البهبيتي. اتفضل حضرتك. ده بقى ايصال امانه ب 30,000 جنيه قيمه الشبكه. لا ماما مفيش وقت للكلام ده. احنا بعون الله احسن شبكه هتيجي. كده تمام. يا سلام، اخيرا بقالنا قرايب في جنينه الحيوانات. يا مدام انت في اي وقت تيجي الجنينه هوريكي قرد بيقرا فنجان. ده غير التمساح اللي بيفتح الكوتشينه. الف مبروك يا عروسه، شبكتك مع ابوكي. حد يسمعنا زغروطه يا ايه يا ست العسل تنطريها. توكلنا على الله. يلا بينا على المطار، في مطار قريب من هنا. شوف بقى وقول لي ايه رايك. شكلها غاليه جدا وشيك جدا، بس بتاعت مين دي؟ شبكتك. مش ممكن، دايما كسفاني كده معلش انا ليا سؤال يعني، انت علامك ايه؟ يعني مكمله دراستك وكده ولا ايه دراستك ولا ايه ظروفك؟ فلسفه، وبعدين ما تغلطش، انا عايزه اكبرك قدام اهل ابويا. انت ما تعرفش طنط فوزيه؟ انا ما يهمنيش حد، و100 مره قلت لك انا اللي هجيب الشبكه وبعد الفرح. دي فالصو، دي ب 25 جنيه. يعني انت عايزه 25 جنيه؟ طب قولي كده. انا عارفه انك مش بخيل، بس لو سمحت ركز معايا، عايزه اقول لك كلام مهم. يا ريت يا ريت تدخليني في المهم. بص بصراحه يعني انا مش عارفه ابتدي منين، بس انا بنت زي اي بنت، نفسي اعيش قصه حب ملتهبه قبل الجواز. ملتهبه؟ ملتهبه ازاي يعني؟ يعني لان انا حاسه ان في بينا سنه اعجاب، قلت ممكن الاعجاب ده يتحول لحب، حب حقيقي رومانسي، وابقى بحبك كده وانا على طبيعتي. يا سلام، ده انا اتمنى تبقي على طبيعتك. حد قال لك تتحدي الطبيعه؟ بس بصي بقى اخت عبير، انت قدامك يومين بليله وانت وشطارتك، المهم نسافر بعد بكره. ما انا بقول اننا ممكن نتخيل اننا لسه قدامنا وقت، او مثلا اننا اصلا مش هنتجوز. مش هنتجوز؟ يا سلام، ونتخيل بالمره ان انا اترفدت وان انا مستقبلي ضاع، ونتاكد ساعتها ان حضرتك عبيطه وضيعتيني معاكي. من فضلك ما تغلطش، انا مش قصدي كده، انا قصدي اننا نختلف، نتخانق على حاجه مهمه، او حتى هايفه، ازعل منك، اعيط بالليل، دموعي تنزل على مخدتي، افتح الشباك واسمع اغاني عاطفيه وابعت لك رسائل مع القمر. يا روقانك، حابك تبعتي لي رسائل مع القمر يعني؟ ما في موبايلات يا بنتي، وفي SMS وماشز رسايل يعني. تصدق بقى انت مش رومانسي خالص. لا لو سمحت ما تغلطيش، انا رومانسي و60 رومانسي. ده بأمارة ايه بقى؟ بأمارة
مجنون؟ انا بدافع عن نفسي. ايوه بس انت كده احرجتني. وانت اللي نرفزتيني. لو سمحتي بعد اذنك انا ما عنديش وقت، ارجوك. مجنون ده. فين القمر بقى؟ مفيش قمر. السما سودا وزي الفل اهو ومفيش قمر. اعمل ايه انا دلوقتي؟ وحتى لو شفت القمر يعني هقول له الرسائل اللي بعتها لي معاك الانسه لا 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 هي مجنونه مش طبيعيه. لا لا ما ينفع. ده انا لو داخل مسابقه مش هعمل في نفسي كده. يا نهار اسود. ده مفيش غير رطوبه في الجو. ايه ده؟ انا ارتحت. ايه التوتر اللي كنا عايشين فيه ده؟ حتى مفيش قمر بعد ما ارتحت. يا نهار اسود يا نهار اسود. يا ابني ادخل من البلكونه يجيلك التهاب رئه ولا تعرف تتجوز ولا غيره. ما هي اللي عاوزانا نعمل قصه حب ملتهبه ويجي لنا التهابات وندور على القمر ونكلم نفسينا ونتجنن ومش عارفه اجيب لها وقت منين من كل ده. ماشي بصرف النظر دلوقتي الشيك اللي انت كتبته ده هيودينا في 60 داهيه، فاحنا لازم نكتبهم ورقه بميعاد الفرح قبل ميعاد الشيك. ايوه انا هديها رنه اقول لها على كل اللي انت بتقوليه ده. يلا. بتتصل هي اللي بتتصل. الو. شفت القمر؟ لا عبير دلوقتي احنا بس عايزين ابوك يمضي لنا على ورقه بحيث ان احنا تبقى بميعاد قبل عشان احنا متورطين كلنا دلوقتي يا عبير والبيت ولع بكحول وعايشين في بير بترول والبنت الصغيره واقفه جنبي بتتشرط ايه في الشوارع ومستقبلها بيضيع. فالله يخليكي انا جاي لك دلوقتي علشان بس نحل موضوع الورقه دي مع ابوكي تبقى قبل ميعاد ماشي. جاي لك انا دلوقتي. كله تمام. ايوه يا عبير ده اجراء روتيني عادي بعيدا عن موضوع القمر وكده ما تقلقيش. بالنسبه لموضوع القمر ادينا بندور يعني يظهر هو بس وهديكي رن على طول. ماشي يلا انا جاي لك دلوقتي. سلام سلام. انت ابوكي بيعمل كده ليه؟ عم انت ابوكي بيفضل وهو نايم. هو متعود يزيق كده وهو نايم. عم ابو العلا عم ابو العلا قوم عشان ميعاد الامضه جه. يلا يا عم ابو العلا يلا حبيبي قوم ميعاد الامضه جه. يلا ميعاد الحقنه. يلا حبيبي ميعاد الامضه جه. يلا يا بابا. صباح الخير. يلا ازاي تدخل علينا الاوضه واحنا نايمين؟ معلش الله يخليك مفيش وقت لازم تمضي على الورقه دي. همضي على ايه؟ ورقه بميعاد الفرح تبقى قبل انت مجنون يا ابني. انا مش خلاص قريت معاك فاتحه واديتك كلمه وانا كلمتي يمضى. طب ما انا مضيت لك على شيك ان انا هجيب شبكه وانا متاكد ان انا هجيب شبكه. هو في ايه يا ابولو؟ مفيش حاجه. نعم الواد ده ايه اللي دخله اوضه النوم ده؟ انا بستجوبه. اقفلي صدرك كده ما تقوليش كده. طيب ايه ده؟ يلا انا عاوز افهم. اتفضل الورقه اللي ماضيلي عليها ابوك اهي وكل واحد يروح لحاله. يلا يا ابني مع السلامه. انتوا كده بترجعوا في كلامكم. يلا يا اللي نايمه انتوا كده بترجعوا في كلامكم عشان تبقوا عارفين. يوه جوازة كيسي. يا بابا مديله والنبي وانا هجيب لك منه الورقه يوم الفرح. في اخر الفرح. لا مع اول طبله تدق في الفرح. ماشي بس ارضي. بقول لك ايه انتوا دلوقتي جبتوا لسته المعازيم الجماعه اللي من طرفكم؟ كام واحد جاي من طرفكم؟ انا مش قادره اصدق اني هبقى عروسه واقعد في الكوشه وبكره. والله لو تقدروا تعملوا الفرح الليله دي تبقوا عملتوا فيها معروف ووفرتوا عليا وقت. بقول لك ايه بتعرف ترقص؟ لا ما هو في رقاصه بتنزل مع الكراسي والكوشه. ولا هنعمل ايه في الفرح؟ تعالى على مكان تعالى. ايه ده؟ تعالى خالص. يلا بقى نستنى. حلو كده؟ لا مش قوي كده. تعرف ان عينيك حلوه قوي؟ بمعنى انت بتعمل ايه؟ بتقيس القاعه؟ بنشوف بس تاخد كام كرسي. لا كون اتجننت وبترقص. انتوا واقفين هنا بتحلموا وفي مصيبه حاصله. تعالوا ورايا بسرعه. قاعات مصر كلها مشغوله دلوقتي. اللي انت بتتكلمي ده فيه مستحيل. مينيمم 17 يوم عشان تحجزي اي قاعه. لا يا فندم ارجوك يا فندم راعي ظروفي. انا مزوغ 9 ايام وممكن اترفد وفي مستقبل بيضيع. اي قاعه نبوس ايدك ان شاء الله حتى الساونا بلياردو في اي قاعه عند حضرتك. طيب انا عندي فكره ثانيه. اتفضل. احنا ممكن نعمل فرح امريكاني. بجد؟ طبعا. اي جنسيه حضرتك بس نخلص. هو انت عاوز تخلص وخلاص؟ بس استنى ما نفهم الراجل.
امريكاني ازاي حضرتك؟ يعني بوش هيحضر؟ بوش مين يا فندم؟ حضرتك فرح امريكاني يعني ده بيتم الصبح على مركب سياحي والساعه 12 الظهر. الساعه 12؟ اه يا فندم. مش هيبقى فاضي. هو مين ده اللي مش هيبقى فاضي؟ بوش مش هيبقى ده فاضي. وقته، ده يا وقته. فندم عندنا مشكله اهم. حضرتك الحل ده قدامك فيه كمان 3 ايام. كمان معلش بس دي فرصه كويسه بالنسبه لنا يا اختي وده وقته فرصه ايه بس؟ بقول لحضرتك ايه، انا عاوز اقول لك كلمتين بيني وبينك. انا اصلي باضي على ورقه ان الفرح ده هيبقى بكره، ودي اول مره في حياتي امضي فيها على ورقه. اعمل معروف ساعدني، لان انت بتقول له على الورقه ولا نعم بتقول له ايه؟ لا ما فيش، انا بقول له اديني الورقه الله يخليك، مش هديك هتكلم تاني. مش هديك الورقه عشان خاطري. يا جماعه حضرتك مش هديك الورقه يا ناس. والله ما انا مديلك الورقه. اديني الورقه اهو اديني الورقه الله يخليك. لم ابوكي بقى يا عبير، مش حلو الجو ده على فكره. عشان خاطري بيشرشح لي ابوكي، بيشرشح لي يا عبير. الو اديني عاطف. مين معايا؟ واحده صاحبتي. حضرتك مين؟ مالكيش دعوه. طب ثانية واحدة. يا بيه عاطف تليفون يا قريب، واحدة ست عاوزاك. واحده ست؟ خلاص روح انت بقى، في ايه؟ والله لو قول لي مش عارف. الو. ايوه يا عاطف. ايوه عبير، في ايه؟ الحقني يا عاطف. مالك يا عبير؟ انا نيفين يا غبي. نيفين، ازيك يا نيفو؟ زفت. اخبارك ايه؟ زي الزفت. كلمني منين؟ هكون منين يعني من تحت؟ يخرب عقلك، الحمد لله على السلامه. قابلني حالا. ايه مالك، في ايه؟ قابلني حالا. فين؟ في المركب الحمراء. مركب البيضاء؟ الحمراء. اعرفها اللي تتحرك دي. ايوه بسرعه. طب جاي لك حاضر. بسرعه. ايه يلا مالك؟ حرام عليك انا تعبانه. طيب حاضر يلا جاي. بسرعه نتخيل مركب اللي البيضاء حصل لي. ماشي. انا نعمل سلام فيا كده. سلام. بسرعه. نيفين في مركب البيضاء. مركب البيضاء. نيفين في مركب البيضاء. طيب نامق ونفين اللي كنا بنحلف بيهم. يا ليه كده، ليه كده يا نامق يا اخي تعمل كده؟ اخس. تصور حصه صاحبتي وحبيبتي، حصه اللي انا دخلتها بيتي. ايوه تعمل فيا انا كده؟ انا حضرت كل ده. ولا اني النامق يضربني علشان خاطرها. ايه؟ نامق ضربك؟ اهو. ايه ده؟ ادي نامق صاحبك. ايه ده؟ بصمات يا نهار اسود، اتغير نامق خالص عن زمان. يا نهار اسود، يا نهار اسود. اخس. وكمان حصه ضربتني. لا يا شيخه ما تقوليش بقى حصه والله كمان. والله ضربتني اهو. يا نهار اسود. لمي ده افترا، ده افترا اللي بيحصل. الاثنين مش قادر اصدق. مش قادر تصدق ايه اهو. يا نهار، لمي الناس اللي جايباهم معاكي دول. قلت له يا ندلي يا واطي يا زباله، بعد الحب اللي بينا والايام الحلوه ولا تثمر فيك العشره؟ تعمل فيا انا كده؟ ده انا جايباك من الشارع، مستلماك من على باب الطياره بكفوله، تتزوج عليا انا؟ ولما انت عاطفي قوي كده وبتعرف تحب بتعمل معايا كده ليه؟ يا نهار اسود، يا نهار يما ايه ده؟ جت ازاي دي؟ ده احنا في وسط النيل. هو المركب دي مش بتتحرك ولا ايه؟ حد يحرك المركب دي يا اخوانا. لا لا لا. مين دي يا عاطف؟ دي اعوذ بالله شوقي ابو العلا دي ابو العلا. انا اللي مين؟ انت اللي مين؟ الله. وانت مالك انا مين؟ انا واحده صاحبتك. اوبا. صاحبتك يا عاطف؟ حضرتك فاهمه غلط، في ناس جوه معاها. في ما افتحي ووري لها الناس اللي جوه. انا اللي غلطانه اني عرفت واحد سافل زيك. وانت مالك داخله بتشتمينا كده ليه؟ ما تراعي ظروفنا وتحترمي نفسك. احترم نفسي يا واقعه. باظت. انا واقعه؟ ولعت. بقابلني لو جوازنا. طبعا. طب ازاي جد؟ مش فاهمه. انا واقعه؟ مش بالمعنى، مش قوي يعني. يا عبير افهميني يا عبير، والله انا مظلوم. يا عاطف فهمني، انا من حقي نفقه ولا مش من حقي نفقه؟ وهي طلعت نفسه يا عبير افهميني، والله انا مظلوم يا عبير. انت تعرفي الرجاله اللي معاها دول؟ ايه ده؟ هما بيزمروا لمين؟ لا هتروشني. فجأة لقيتها واقفة في قفايا زي العفريت، فزعتني. وانا ماليش دعوة يا بابا، انا مظلوم. دلوقتي نامق اتجوز حصة، انا مالي؟ نامق؟ ايه يا ابني مالك؟ نامق مين؟ جوز نيفين اللي طلقها. الله، طب وانت مالك؟ ما انا بهدي النفوس، ونيفين بتفضفض لي، وعبير راحت قايله لي ابقى قابلني لو اتجوزنا، وراحت واخده المركب بتاعتها ومشيت في البحر. هي عبير عندها مركب؟ ما هو ده كمان اللي قلقني، عبير مش واضحه معايا وبتخبي عليا حاجات. بقول لك ايه يا ابني، انا هجيب لك قرد من الجنينه تقدمه لها هديه وفي نفس الوقت تعتذر لها. اعتذر لها عن ايه يا بابا وانا غلطت في حاجه؟ وبعدين عبير مش هتفهمني، واذا هي فهمتني ابو العيله مش هيفهمها. الا الورقه فين صحيح بتاعت ابو العيله؟ ولا خلاص مش مشكله، كل حاجه راحت. كل ما نقول خلاص هترجع بالعروسه تتقندل اكتر. انا خلاص اتعقدت من الجواز يا ماما، انا هلم هدومي وامشي.
ايه ده؟ انت ايه؟ في البحر بتطلعي لي وفي البر بتطلعي لي، ده انا لو بدعك فوانيس مش هتطلعي لي كده. انت عايزه مني ايه؟ حط شنطتك واركب العربيه. اصل نفين ونامق دول. ما انا عرفت كل حاجه، يلا اركب العربيه. بقى كنت هتسافر؟ عبير انت مش فاهماني. انت ما تعرفيش ال7 ايام اللي عدوا دول عدوا عليا ازاي. انا في كل ليله ببقى خايف للخواجه يعرف ان انا مزوغ ويرفدني ومستقبلي يضيع. في كل ليله بشوف عروسه شكل اللي بايظه واللي ضاربه واللي دماغها مخرومه. انا بتلاقي في دماغي يا عبير. انا هنا ومش هنا. انا بايظ. هو انت فاكر ان ما بيتقدمليش عرسان ولا ايه؟ لعلمك بقى دول كتير، انا بس اللي برفضهم. طب معلش يعني لا مؤاخذه، يعني ليه انا؟ يمكن طيبتك، براءتك، نظرة الدهشة اللي في عينيك دي. بصراحة مش عارفة، بس من أول مرة شفتك في حاجة شدتني ليك. كل ده أنا؟ ما هي دي مشكلتك، إنك مش راضي تصدق. ولا يمكن مش واخد بالك؟ مش واخد بالي من إيه؟ مش واخد بالك إنك مشغل دماغك وبس ولغي خالص مشاعرك وإحساسك؟ مش واخد بالك إنك عندك قلب بيدق ودايس كده على نفسك على الآخر؟ عبير أنا بحلق داني وأنا نايم. تعرفي إن أنا مرة رحت الشغل بفردة جزمة سودة والفردة التانية هافان، بس على فكرة محدش خد باله. طبعا مش عشان ده اليونيفورم يعني، بس لأن الناس هناك ما عندهاش وقت تبص لبعضها، مفيش وقت يشغلوا بالهم بحاجة. عبير أنا ما عنديش وقت أحب. الحب مش تضييع وقت عاطف. انت كل حلمك انك تشتري عروسة ويزيد مرتبك 10 20 100، وفي الاخر تخسر حياتك ونفسك مع واحدة لا انت فاهمها ولا هي فاهماك. الجواز ده مش اوبشن زيادة، الجواز ده عمر. انت متعاطفة معايا ولا ايه؟ لا، انا بحبك. يخرب بيتك. تصور كل فرد هيتكلف 125 جنيه، يعني هدفع على كل فرد 125 جنيه. شوف التكلفه قد ايه. عموما انتوا ليكوا فردين 2 من وسط المعازيم كلها. نعم يا اخويا. ايوه فردين 2، يعني انا وامه اقعد في البيت والولد والبنت هم اللي يروحوا الفرح. انت مجنون ولا ايه؟ انا مجنون؟ امال ايه؟ عاطف عرف؟ ما انت هتقول له. سرايا عرفت؟ يا دي النيله، انا مش فاهمك والله، ما انا فاهمك. بقول لك ايه، الحاجات دي بقى تقولها بالذات لسرايا. فظيعة مصر من تحت النيل. مصر اتغيرت كتير قوي عما سبتها، بقى في نيل وحاجات حلوة كتير قوي. تعرف لما بوستني واحنا على المركب؟ ايوه انا اسف، بس انت اللي نرفزتيني يوميها على فكرة. انا ما زعلتش خالص، بالعكس. ايه ده؟ ده انا ساعتها حسيت انك رومانسي وجواك حاجات كتير. ايوه فعلا، ايوه انا رومانسي جدا وعملي جدا وحاسس ان جوايا حاجات كتير. يا جامد، ده انت كان زمانك دلوقتي في ابو ظبي. ايه ده ابو ظبي؟ سوري. شقة يا استاذ. ايه ده هنا؟ ايه ظروف الشقة هنا بقى؟ عاطف يلا بينا. استني بس، عايز افهم منه حاجة معينة. عبير الله يخليك، في حاجة في دماغي بس عايز افهمها. ايه بقى؟ 150 جنيه في الشهر؟ لا في الساعة. عاطف انت بتستهبل ولا ايه؟ يلا بينا نمشي. استني بس يا عبير، في حاجة عايز افهمها بس. انا هركب العربية، لو ما جيتش دلوقتي انا هسيبك وامشي. جاي لك حالا حاضر. انا عايزها من غير لوازمها، عايزها فاضية. ايه ده؟ تقف بكام؟ ده انت مصلحة بقى. عمي يا سلام. هدالك ب 50 جنيه في الساعة برضو؟ لا في الشهر. يا عاطف انا جاي، عايزها بتبص على البحر. انت وشطارتك تخليها تبص في اي حته. ما معكش كارت؟ طيب للاسف انا خط. طيب مش مشكله، رن لي وانا هتصل بيك. كام؟ انا 01 بكاميرا. يعني انا لو كلمتك هتشوفني؟ اديني خبر بس قبل ما تتصل. طب ماشي. سلام عليكم. سلام يا باشا. انا مش قادره افهم انت ازاي تقف تتكلم مع واحد زي ده. وفيها ايه لما اتكلم مع واحد راجل؟ تقدر تقولي كنتوا بتتفقوا على ايه؟ انا عندي شقه وبفكر اجرها لغايه ما ارجع من بره. عندك شقه؟ فين؟ في الروضه جنب بابا وماما. هو انا كل شويه اكتشف عنك حاجه كده بالصدفه؟ انت ليه مش صريح معايا؟ يا ستي دي شقه انا واخدها من سنين وما جاش في بالي اقول لك.
انا هبقى مراتك زي ما انا صريحه معاك، لازم تكون صريح معايا. ما تطلعي. تعرفي ان انا ما بعرفش انام من غير راديو؟ انا ما اعرفش انام غير في هدوء. لا ده انا من غير راديو ومن غير نور والع جنبي استحاله اعرف انام. وكمان نور؟ انا لا يمكن انام غير في الضلمه. انت بتخاف من الضلمه ولا ايه؟ يعني مش قوي، يعني ما هو انا كده من غير راديو ومن غير نور ما بعرفش انام. اعمل حسابك بقى، هتنام في الضلمه ومن غير راديو. ما هو الجواز خنقه، انا عارف. ما تناقشنيش في اللي بقوله. لا 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 لو سمحتي، ما بحبش حد يديني اوامر. وكمان ما بتعرفيش تسوقي، كل شويه ايه ما مخمضانه. ما قلت لك يا استاذ عندي شقه بدل المرمطه ديت. كنتم مع إليسا، والآن نضربكم مع عبد الجاد. أغرب القضايا. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد زياد. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1950. صباح الخير. عاطف، ايه رأيك؟ ايه دي؟ سماعة، هنقدر ننام مع بعض ومن غير راديو. وفي الضلمة دي مش هتحسي بيها خالص. اتفضل. ثانية واحدة. خش. اتفضلي. ايه دي؟ دي حاجة كده أوضة وصالة إيجار جديد، هعلمك السواقة على أصولها، أنشانتيه. صباح الخير يا بيرو. ايه ده؟ عرفت بيرو دي منين؟ من على النت. فتح يا بني آدم أنت. مش قلت لك هعلمك السواقة على أصولها؟ ده أول درس في السواقة، تبصي في المراية قبل ما تطلعي عشان محدش يشرشح لك كده. اتفرجي على السواقة بقى. حاسب. اتفضلي. ايوه طبعا فاهم كده. اقعدي. ايه ده؟ الله صحيح مفيش اخبار عن مدير الفندق؟ ما اتصلش ميعاد الفرح؟ ما تهدى كده، ما احنا مع بعض اهو، مستعجل ليه؟ عاوزين نبقى مع بعض هناك بقى. على فكرة شكلك هيبقى حلو قوي هناك. هو هيحصل ايه لو ما سافرتش؟ ايه؟ يعني على ابو التصوير، على الكاميرا، على الزفت. في ايه؟ مالك؟ انا شايف عينيك حاجة غريبة. حاجة زي ايه؟ اهو شايفه بيضيع، مستقبلي بيضيع اهو قدامي. مستقبل ايه يا ابني اللي بيضيع؟ ما المستقبل هنا وهناك وفي اي حتة، ما اللي هناك عايشين واللي هنا كمان عايشين. لا انا عايش عيشه مختلفه. ازاي يعني؟ يعني عندي دي في دي وام بي 3 و3 دي ميكس، وهناك حر. عندي تكييف ويستنج ليست، وعندي فيديو وول وكلب وول. هناك حر وبنتعب هناك. في ترفيه في عيشه انت مش هتفهميها يعني. والمهم في الموضوع لو سمحتي ارجوكي، المنطقه دي حساسه جدا وما تلمسيهاش تاني لو سمحتي. ماشي. قول لي بقى، هو انت لما فكرت تتجوز تخيلت العروسه اللي هتتجوزها دي شكلها ايه؟ طبعا طويله
طويله مش قصيره يعني، معقوله وعينيها واسعه، مش اللي هي الضيقين دول، لا يعني وشعرها اصفر او اسود يعني، المهم يبقى ناعم يعني، او مناخيرها اللي هي عارفه اللي بيبقوا دول عاملين يعني انا لو شفتها هقدر اوصفها على طول يعني انت بقى بتدور على اي واحده؟ ايوه. انا بقى مش اي واحده. يعني ايه مش اي واحده؟ يعني هنتجوز ولا مش هنتجوز؟ بالهنا والشفا يا ماما، بالهنا والشفا يا بابا. ايه ده؟ دب ايدك. في العوه دي؟ العوة ايه بس؟ العوة دي بتاكل بس ما بتتاكلش، ده تيس. التيس ده هو اللي هيفهمك على كل حاجة. انا لما ببقى قاعد لوحدي كده ومش فاهم بضرب التيس ده بنور، بفهم كل حاجة. ايه ده؟ ايه ده؟ موبايلي، انا اسف معلش. ده كل بس، ده من بره. الو؟ انت فين يا حاج؟ ايه يا سيد في ايه؟ الخواجه بقى دعوه على العشاء. ايه؟ عشاء. الخواجه ايه؟ دعوه عشاء. يا نهار اسود، يا نهار اسود. استني، دعوة ايه؟ عشاء ايه؟ عشاء دينر يعني. ده باسمي بس ولا للكل؟ لا باسم المطعم. يا نهار اسود، بقول لك ايه يا سيد؟ سيد اسمعني، يا نهار اسود. اقفل يا سيد، اقفل يا سيد، ال 10 دقايق وجاي لك. تاكس ابو ظبي. ابنك مش نافع يا طنط، مش نافع. يعني ايه؟ يا طنط ابنك سابني واقفه لوحدي في الشارع وطلع على ابو ظبي. يا نهار اسود، بهبيتي، الحق يا بهبيتي، يا بهبيتي. ايه يا سوريا، في ايه مالك؟ ابنك عاطف هيسافر ابو ظبي. هيسافر ابو ظبي؟ هو دلوقتي في المطار؟ اه. ومستنيه ايه؟ طب مش هنروح نزور بنت خالتي؟ بنت خالتك ايه دلوقتي؟ ما تزعقنيش كده. عدي. ضاربين، هو ضارب وعيلته ضاربه. انا مش عارف اختفت راحت، انا كنت واقف في حته وفجاه ما لقيتهاش جنبي. شوف بقى، انا ماليش دعوه، انت المسؤول. دي بنتي، يعني زي ما خدتها ترجعها. قلت لك امضيه على ورقه انه استلم البنت، قلت ما يصحش. ادي النتيجه. انا عاوزك تفتكر كويس قوي حطيتها فين. دي بنت عبير، مش ورقه ضيعتها في البنطلون. ده انتوا عيله غريبه جدا. انتوا اللي عيله غريبه. ده السيستم بقى عندكم؟ بنتكم ترجع كده في مصاص الليالي عادي؟ ده بقى مش كده؟ انت كمان ليك عين تتكلم؟ رد انت يا طنط تحيه. اتفضل روح دور على اهلك في المطار. نعم، اتفضل يا عم ابو العيله، ما ترد يا طنط تحيه. ايه حكايه رد يا طنط تحيه؟ ما تدور على اهلك في المطار. ايوه صحيح، دور على اهلك في المطار لا يكونوا تاهوا. الحقوا، ده هنا يا بابا. انت هنا مش كده؟ هنا قاعد. وانت يا ست انت مبربطانه في الشوارع. هم لقوكوا في المطار؟ احنا هنا يا اخي. ابنكم سابني لوحدي في المطعم مع الخروف، ولما خرجت ادور عليه في الشارع لقيته بيوقف تاكسي وسايبني لوحدي زي الكلبه. سبتها لوحدها مع الخروف وما غيرتش. انا اسف يا اخوانا، واحنا كنا قاعدين في المطعم فسيد لبخني بمكالمه كده، قال لي ان الخواجه بعت دعوه باسمي على العشاء ولازم اكون موجود، وانا في نص السكه رجع قال لي خلاص الخواجه مش جاي. قلت له تفوق عليك يا سيد، وترتني. انا اسف يا اخوانا، انا اسف جدا يا اخت عبير، بس بعد اذن حضرتك سؤال يعني. انت دفعتي كام في المطعم؟ دفعت ايه؟ انت دفعتي كام في المطعم؟ انت ما بتفكرش غير في الفلوس؟ جاي تتجوز عشان الفلوس، رابكنا كلنا عشان الفلوس. انت ايه؟ مش قادر تفهم انك بني ادم وبتتعامل مع بني ادمين؟ هفهمك لغايه امتى؟ في 30,000 حاجه في الدنيا اجمل من الفلوس نفكر فيها. اتفضل، عاوز تسافر؟ روح سافر، انا خلاص تعبت منك يا حبيبتي. عم ابو العيله بعد اذن حضرتك ممكن اخش اعتذر لها؟ لا لا لا. طنط تحيه ممكن اخش اعتذر لها؟ طبعا لا. خش لا خش. ايه؟ احنا في جنينه الحيوانات هنا. اسكت. عبير
عبير انا وانت كمان انت اوضتك حلوه قوي على فكره. على فكره عبير انا على فكره انا عندي سرير زي ده هناك. عبير انا ايه ده؟ يا نهار اسود، ايه ده؟ زي ما يكون مش عارف قلبي دق كده، مش عارف تقريبا بحبك باين ولا ايه، مش عارف. لا ارجوكي بلاش تعيطي، لان العياط بينرفزني، وانت عارفه ان انا لما بتنرفز ما تصدرش العبيطة، ما تصدرش العبيطة، وقعنا خلاص انا وانت يا قلبي ونزلنا في الغويط. ما تقوليش بقى انت وانت، ما تعمليش حويط. ما تصدرش العبيطة، ما تصدرش العبيطة. حبيتني على ايه العبيطة دي؟ يا دنيا يا همبطيكة يا محيرة النفوس، الحب ابن اللذيكة يظهر غلب الفلوس، وأثار الحب داهية لا بوصل ولا بشيكات، والبت عيونها ساهية ورمضة عليا فات. ما تصدرش العبيطة بقى، ما تصدرش العبيطة، وطلعت يا قلبي نقة، وبكرة ناكلها بدقة، أتارينا يا قلبي سكة، ورمينا صحيح وفكة. مامات اسرع اجمد، ايوه شدوا حيلكم معانا يا اخوانا. مامات ايوه تمام كده فل، ايوه الله ينور. معلش انا غنيت لك بسرعه كده بس عشان مفيش وقت وفي مستقبل بيضيع، انت عارفه ما يعني. يبقاش كل حاجه بسرعه كده. لا ما تقلقيش، انت بس خدي بالك من نفسك وتيك كير. تيك كير. كبسة، أنا عايزك تنسي التيس اللي فات ده خالص وتركزي مع الكبسة دي. إيه ده؟ تليفوني لا مؤاخذة. ألو؟ افتح عليا يا زبالة. إيه في إيه؟ الرصيد فيه 2 جنيه. يا نهار أسود. إيه فين يا زبالة؟ يا نهار أسود. في ايه تاني؟ أبوكي بيشرح لي في التليفون، شوفي في إيه؟ ايوه يا بابا في ايه؟ المركب راح أسوان. يا نهار اسود. أمك رايحة في داهية. يا نهار اسود. إيه فين يا انا جايه زبالة؟ لك على طول. سيبي الواد العشوائي ابن العشوائي اللي معاكي ده وتعالي لي فورا. يا ست استني، يا ست سوريا اسمعيني وافهميني. يعني ايه؟ مفيش فرح يا استاذ ابو العلا؟ الفرح هيتعمل بكره في نفس المركب قبل ما تسافر. انا معاكم طبعا يا اخوانا ان عبير دي نقاوه، انما بالنسبه لعاطف في طياره 1730 ومستقبل بيضيع. ارفع الهلم. عاطف بيضيع حاسه ان قلبي بيدق جدا. على فكره شكلك حلو قوي وانت عارف. بس
جدا. امي قالت لي كده برضه. على فكره انا كمان قلبي بيدق جدا وحاسس اني هموت من الخوف لحسن الطياره تفوتني. تعرفي ان انت شكلك هيبقى امور جدا وانت في الطياره وهي طايره كده. امك ما قالتلكيش حاجه زي كده؟ ابو العيله ايه؟ بقول لك ايه، ثانيه واحده بس. صباح الفل يا ريس. والنبي يا عم تايتانيك اللفه في السريع كده ونرجع على طول عشان مفيش وقت. ماشي؟ صباحه ابيض. اشرب شاي. ايه يا عم بتبص لي كده ليه؟ ده مش عشانك، عشان الاولاد يا اخي. انت مين يا؟ انت ايه يا؟ انت مين يا؟ انت ايه يا؟ ما اسمعش حسك وسيب لنفسك، ما هو انت اصلا جننتني لحد عندك جرح وعندك وغصب عنك هتحبني، يعني تنسى ان قلبي يصعب انت لسه ما عرفتنيش، وبشوقك وبراحتك يلا شوف مصلحتك، وبشوقك وبراحتك يلا شوف مصلحتك، وبشوقك يا معلم وبقيت تعرف تتكلم. اصحى اصحى فوق اصحى فوق. لا مؤاخذة معلش يعني لو ما فيهاش اريافة لحضرتك، لو ممكن بدل ما ترقصي على 1:30 تبقى على نص بس علشان ما فيش وقت، يعني حاجة في السريع كده لو ممكن. بسم الله ما شاء الله حضرتك حاجة نظيفة بجد يعني. أنا مش مشكلة. وابو البوفيه محدش ياكل، لو حد كان لقمه ينزلها من بقه بسرعه. ايوه انا بقول لكم اهو، وشيلوا التورته دي فورا. ايه ده؟ تورته مسمومه ولا ايه؟ والله ماليش دعوه مسمومه ولا مش مسمومه، شيلوا التورته دي من هنا. ليه يا بابا في ايه؟ خليك انت في حالك. كله مالكش دعوه انت باللي بيحصل ده. ايه يا جدعان؟ لو كلمه التورته دي البوفيه كله هيبقى على حسابك، انت فاهم؟ مفيش بوفيه الا بعد ما كاتب الكتاب يتكتب. ايه ده؟ دي قايمه دي؟ ده شارع عبد العزيز بحاله. انا عارفه الشارع ده جنب قناه السويس لازم. استهانم ابقي توهي ابنك بعد ما يمضي، احنا كلنا ماضيين على القايمه. امضي امضي يا حبيبي ما يهمكش، انا القايمه بتاعتي رجعت لي بعد 30 سنه. يعني انا دلوقتي ماضي لك على شيك ب 30,000 شبكه، وكمان عايزني امضي لك على قايمه يجي لها ب 150,000. معلش يا عاطف عشان خاطري امتى؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مؤخر كام؟ والله انا بنتي ستائل بالذهب، شوف انت بقى. 200,000 جنيه. جاك 200,000 قرد يتنططوا فوق نافوخي. شكرا. طبعا ما هو جوزها صاحب الجبلايه هيورد لك. امضي. انت ليه بتتعامل معايا على ان انا جاي اخطف بنتك مش هتجوزها؟ انت فاكرني ايه؟ زكيبه فلوس؟ انت لو كنت تعرف ال 200,000 دول بيجوا ازاي ما كنتش كتبتهم. معلش يا عاطف معلش عشان خاطري بقى معلش. على فكره انا همضي يا عبير، انا همضي يا ابو العيله. عارف همضي ليه؟ ليه يا عاطف؟ عشان مش هطلق عبير ومش هتشوف ال 200,000 دول يا ابو العيله. ايه ده؟ مالك يا حبيبي؟ ايه يا بابا؟ لا مالك؟ حبايب تحت اللسان بسرعه. اتفضل. مش النبوس يا ترحيه، هحط البوسه تحت لساني. حبايب تحت اتفضل. واحده اهي. خد يا حبيبي خد. يا ساتر. بهدلني. لا معلش بقى، انا اسف ولغايه كده وكفايه، وانا مش طرطور. لا هو في ايه يا ابني؟ ده كان قصدك بقى لما جيتي طلبت ايدي في البيت؟ قصدي في ايه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ يعني انت مش فاهمه حاجه. هو كاتب ايه في الكراسه؟ عايزين العصمه تبقى في ايديها. نعم، عايزين العصمه تبقى في ايديها. ليه تبقى في ايديها؟ مين الاسد؟ يعني انت اول ولا اخر واحد يعملها؟ يا عم انت عاوز مني ايه؟ انا من الاول حاسس انك فاهمني غلط. على فكره انا راجل قوي ومتربي في حواري البلد دي. انت لو كان لك ابن كنت ترضى انه يحصل له كده؟ وابني ليه؟ انا عصمتي في ايد مراتي. يعني انت واخد على كده. انا بقى ما اقبلش ان بنتك يبقى جوزها راجل ما عندوش كرامه، وعشان كده مانيش متجوز يا ابو العيله. يلا يا بحبيتي الحكايه ما فيهاش جواز. ابني لازم يعيش عانس، شكله عانس. شكرا يا بابا، شكرا يا ماما، شكرا ليكم كلكم.
بنتي. الله، مالك يا ابو العيله؟ بابا في ايه؟ ابو العيله اسعاف. الاسعاف. ابو العيله جيب الاسعاف بسرعه. أخي العزيز عاطف، تمنياتي بالزواج السعيد. ممدوح البهبيتي بالسلطنة. بالرفاء والبنين كان نفسي أكون جنبك. أخوك طارق البهبيتي بالمملكة. خير يا اخوانا، كله يلا شوف اللي وراك. الله يكرمك، مش عايزين لما هنا. رجلي يا بعدين اشوفكم يا اخوانا. حبيبي على يا انت أبولو. عايزك خليكي ما تقلقيش يا بنت تحيه. اتفضلي حضرتك، اتفضلي حضرتك. هسيب ابولو لوحده. كاتمين على نفسه انتوا كده، ما ينفعش، لازم الراجل يشم هوا. اتفضلي حضرتك، ما تقلقيش ما تقلقيش. هترجعي له تاني، ما تقلقيش حضرتك. اتفضلي حضرتك هتنزلي تقفي في وسط الشارع، في عربيه هتيجي تدوسك ما تاخديش في بالك. اتفضلي بره بره بره. حضرتك تتسند عليا وفوق لي كده حبه حبه معايا. انا مراعي ظروفك والله، انا عارف ظروفك، انا عارف ظروفك كويس جدا. على مهلك من هنا من هنا. اتفضل حضرتك من هنا، على مهلك خالص، على مهلك. وعلقوا له محاليل بره ده. الله يكرمك يا دكتور. طمني يا دكتور، انا قلقانه قوي. خير ان شاء الله. اهلا وسهلا. انا دكتور في الامراض كلها. بقول لك ايه، هو عنده ايه بالظبط؟ جلطه بسيطه وسيحتها له. سيحها ليه؟ مين قالك تسيحها؟ اول مره تيجي ورايا. بعيدا عن اي رومانسيه دلوقتي، مفيش اي وقت للكلام ده. ابو العيله عامل ايه؟ ظروفه؟ بتحب بابا؟ ابوكي شكله طيب قوي وهو نايم. اللهم الظالم عباده. ربنا يرحمه. ربنا يشفيه، ربنا يشفيه ان شاء الله، ربنا يشفيه. بابا بيحبك قوي. وانا كمان بحب. ده ابوكي بيزيح حتى وهو في الاسعاف. انت كنت موافقه على موضوع العصمه ده؟ انا موافقه على حاجه واحده بس. ايه؟ اني اتجوز راجل رومانسي. انت رومانسي؟ انا مش قلت لك قبل كده 60,000 مره ان انا رومانسي و60,000 رومانسي؟ ارجوك ما تنرفزنيش. بس انا لازم اتاكد. انت ما بتشبعيش. صدقني. على فكره كان في حاجه جايبها لك معايا، دي علشانك انت. الله. لا علشانها هي، علشانها هي. ده يا زبالة يا عشوائي. عارف يا واد، انت لو ما كنتش جيت كنت هزعل منك قوي، بس دلوقتي طلعت واد راجل جدع، بس برضه عشوائي. يا عم قوم، ربنا يكرمك، مستقبلي بيضيع. عندي طياره 17:30. ان شاء الله تكون 6:610. انا مالي، انا اعمل ايه وبايدي؟ يا عم قوم، ميعاد الفرح جاي، انا جايب معاه المأذون والرقاصه بره. قوم الله يكرمك، قوم يلا. المأذون والرقاصه؟ طب خلي الاسعاف تمشي وخلي ابوك يشغل السرينه، ولا اقول لك قول له يتاوب وهو قاعد في شباك العربيه بس. حاضر يا عم، اطلع بينا على المطار وقول لبابا يتاوب. يقول الله في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. أما بعد، فمن يهدي الله. ما تخلي الدرس اللي بعد الكتاب يا مولانا. خش في الموضوع علشان بس في طياره 17:30 مستقبل بيضيع. الله يكرمك. هي البيضة قبل الفرخة. ماشي. يعني هي جت على الدرس والفرح خلص. خش في الموضوع يا مولانا. مين وكيل العروسة؟ ايوه انا يا سيدنا. حط ايدك في ايده. ماشي. نعم. هي الجلطه دي معديه ولا ايه؟ انت فين يا هات ايدك. هات ايدك. اسمك بالكامل ايه؟ البطاشي
البهبيتي الابراهيمي عاطف. يالا وتقول لي مستعجل؟ يعني انت جدك اسمه البطاشي؟ ما انت جدك اسمه بلبل، حد كلمك؟ وسع الطريق وسع الطريق، معايا دفع من النعام. افتح الطريق افتح الطريق، معانا فرح من النعاش، معانا عروسه من النعاش. افتح الطريق، معانا دفع من النعاش. افتح الطريق افتح الطريق افتح الطريق. الو، ايوه يا سيد، انا على سلم الطياره اهو، انا جاي لك ومعايا العروسه. يا نهار اسود، جاي فين بس يا صاحبي؟ الخواجه عرف انك مزوغ. يا نهار اسود، مزوغ يا سيدي؟ ايوه مزوغ. يا نهار اسود، يا نهار اسود. والله العظيم فنشوك فجاه غصب عني يا صاحبي. اعمل ايه طيب؟ المهم انا حصل لي حاجه غريبه انا مش فاهمها يا عاطف. فجاه لقيتهم مجوزيني البت نيلوم الفلبينيه. ايوه مريحه يا عاطف، ركز معايا. ومقعديني معاها في شقق المتجوزين ومزودينها 3000 درهم. طب والعربيه؟ لا العربيه انا اللي خدتها، انا اللي خدت العربيه الحمد لله. المهم طمني، عروستك حلوه يا عاطف؟ حلوه حلوه قوي يا سيد. بريحه برضه؟ ها ايوه ما اقصدش يعني. المهم الف مبروك يا عاطف. خد بالك من نفسك ومن مراتك وما تزعلش نفسك يا صاحبي، هي الدنيا كده. هتوحشني قوي يا لازم لما تيجي اشوفك. سلام يا سيد. سلام. ايه ده 21 سنه؟ ده كارت نيلوم على فكره. انت طالق يا عمي يا رصاص. ايوه عشان الاسلوب ده انت طالق بيت 3. العنقود ده بتاعي بيت توعي. في ايه يا عاطف؟ فنشوني. يعني ايه فنشوني؟ فنشوني دي بالخليجي يعني بحبك.